السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم، المقابر. ايوه يا صديقي، زي ما سمعت كده. ده عالم معقد جدا، محدش عرفه ولا هيعرفه. مكان خاص بربنا، يعني ليه حرمة خاصة بيه، زي اي شركة واي بيت اي حد فينا. وليه مواعيد للدخول ومواعيد للخروج، وطبعا بالاستئذان. واللي يخالف القوانين دي بيحصل له حاجات مفيش بني ادم فينا يتمناها في يوم من الايام. المهم، قبل ما نبدا عايزك تنفذ الشروط، ولو انت جديد في سماعي فتعال قرب علشان اقول لك على الشروط. وهي: هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في اوضه ضلمه ولوحدك. تاكد انك قافل الباب، وبقول لي في التعليقات ايه رايك في القصه وبس. واتمنى لك يا صديقي اقصى درجات الرعب. استمتع. شغلانتي كمصور او مخرج خلتني اقابل حاجات كتير في حياتي، وبالذات لو التصوير بتاعي ده بيدور حوالين حاجة الناس كلها مؤمنة بيها، وهي السحر والجن والحاجات زي كده. وللأسف إن في ناس كتير ما بتؤمنش بالحاجات دي، وأنا كنت واحد من الناس دي لغاية ما حصلت معايا التجربة دي من حياتي. أنا أحمد صفوان، وأنا في مطار لوس أنجلوس، واللي رايح منه على مصر، مع العلم إن بقالي أكتر من 20 سنة في أمريكا. بس المهم ان انا لقيت رجلي جايباني على مصر، فكنت حاسس ان ممكن اعمل حاجة هناك، معرفش ايه هي، بس اهو كده بقى. المهم، اثناء تفكيري وهعمل ايه في مصر وايه زيارتي، انا لقيت نفسي قدام بيت ابويا الله يرحمه، في قرية مليك في المنوفية. واول ما وصلت لقيت في استقبال الحاج سيد. والحاج سيد هو اللي تقدروا تقولوا عليه هو اللي ماسك لنا الاراضي بتاعتنا، وانا كنت اتصلت بيه قبل ما اجي علشان ينظف البيت ويظبط الدنيا وكده. وبعدين اول ما شافني خدني بالاحضان وقال لي: ازيك يا غالي يا ابن الغالي، والله ليك وحشه يا استاذ احمد، وازاي الست الوالده عامله ايه. قلت له: الحمد لله يا عم سيد، كويسه، وبتبعت السلام ليك ولكل الناس اللي هنا. والله لولا التعب اللي فيها كانت بجد معايا. فقال الحاج سيد: على العموم نورت البلد، سيبك بقى تستريح من السفر، واحنا موضبنا لك لقمه حلوه كده على الله تعجبك. طبعا ضحكت له وقلت له: كلك ذوق يا حاج سيد. بس في الحقيقه انا كنت جعان نوم، فدخلت نمت وصحيت تاني يوم على صوت دق باب. فتحت ولقيت الحاج سيد، وبعدين قعدنا واتكلمنا شويه ونحكي عن احوال البلد واهلها. وانا قلت للحاج سيد: انا عاوز اخد لفه في البلد يا عم سيد. قال لي: خلاص يا ابني، انا دلوقتي هبعت لك عم حامد يلف معاك. تمام. فعلا انا قعدت الف مع عم حامد حوالي بتاع ساعه ونص كده. وبعدين لقيته بيقول لي: مش يلا بينا بقى نرجع يا ابني، كده الدنيا هتليل علينا. قلت له: خلاص ماشي يا عم حامد. وراح قال لي: انا هوديك البيت بقى من الطريق المختصر. واول ما دخلنا الطريق عرفته من اول نظره ليه: ايه ده يا عم حامد، هي دي التراب، المكان الوحيد اللي متغيرش في البلد. وبعدين لما وصلت البيت وفضلت افكر طول الليل على المكان ده، لحد ما وصلت القرار غير حياتي كلها. ودي كانت بداية أيامي في الجحيم حرفيا يعني. المهم، أنا قررت إني أصور فيلم في الترب. ولمعلوماتكم، أنا طول حياتي في أمريكا خلتني بعيد أوي عن ربنا، فكان اللي في دماغي بعمله: شرب بشرب، ولا بصلي ولا بصوم. تقدروا تقولوا عليا إن إيماني منعدم. وبالفعل تاني يوم أخدت التلات كاميرات بتوعي ورحت أصور في الترب. وبقيت أروح كل يوم أنا وعم سيد هناك، وكان بيفضل يحذرني من اللي انا بعمله، بس انا طبعا كنت بطنش. ورحت البيت ودخلت الحمام زي كل يوم عادي علشان اخد شاور وكده. المهم، وانا بستحمى لقيت الميه سخنت بطريقه غبيه قوي. انا اتنفضت من تحت الدش وطلعت بره الحمام، وانا فعلا مندهش لان البيت مفهوش اي سخان اصلا. ومش كده وبس، انا لقيت تعبان اسود واقف على باب اوضتي، وراح جري على الاوضه بتاعتي، وانا جريت علشان اشوفه عشان احاول اموته ولا اي حاجه. لقيته زي ما يكون اتبخر حرفيا. المهم، انا معرفتش انام طول اليوم، مش علشان الميه ولا التعبان ولا اي حاجه زي كده، لا، ده كان في اصوات غريبه ومزعجه وبتقول كلام مش مفهوم. المهم، انا استنيت الصبح بفارغ الصبر، وحسيت ان قلبي انشرح قوي اول ما سمعت صوت الباب بيخبط. وبقول: مين؟ لقيت اللي بيقول: انا الحاج سيد. دخل الحاج سيد وقعدت احكي له على كل حاجه حصلت معايا امبارح، فراح قال لي: لا لا يا ابني، مفيش حاجه، مفيش حاجه من اللي انت بتقولها دي، تلاقيك كنت تعبان شويه ولا خدت ضربه شمس، اصلك انت مش متعود على الجو بتاعنا. بس تعابير وشه كانت وراها كلام غير ده خالص. فسألته وقلت له: اه ضربة شمس يا حاج زياد. بقول لك ايه يا حاج سيد، في حاجة انت مخبيها عليا؟ فرد وقال لي: بصراحة يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه، بس هقول لك بقى، امري على الله. البيت ده يا احمد يا ابني مسكون،
قلت له مسكون؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم سيد؟ فراح قال لي ايوه يا ابني مسكون من زمان، البيت ده ما يجرؤش بني ادم من اهل البلد يقرب ناحيته، عشان كده كنت عاوز اشتري منك واهده وابني مكانه اي حاجه تانية. انا ضحكت على الكلام ده ورفضت حكايه بيع البيت ده، وكالعاده خدت الكاميرات بتاعتي ورحت التراب. بس يوميها قررت اعمل حاجه منيله، اني اصور جوه القبور من جوه. وفعلا قعدت احط ال3 كاميرات بتوعي في كذا قبر، واحط كاميرات الصبح واشغلها، وتاني يوم الصبح اخدها واشحنها واتفرج على الفيديوهات اللي اتصورت وارجعهم تاني. وبعدين في يوم اخدت الكاميرات وعشان اشحنهم حطيتهم على الترابيزه، بس قبل ما اشحنهم دخلت الحمام وطلعت ولقيت فجاه كاميرا نورت والفيديو اشتغل لوحده. وانا قلت ايه ده، ازاي الكاميرا اشتغلت وهي فاصله شحن؟ المهم اتفرجت على الفيديو ولاحظت ان في حاجه بتلمع في الفيديو لمعان غريب جدا، وعلى طول رحت جري على القبر اللي كانت فيه الكاميرا دي. واول ما دخلت التراب لقيتها كلها ضلمه، بس نور القمر كان منور يا دوبك اهو اشوف قدامي، لحد ما لقيت نفسي قدام القبر اللي كان قصاد الكاميرا. واول ما دخلت حسيت ان زي ما يكون اول مره ليا ادخله، وببص لقيت هيكل عظمي عادي. مش ده اللي خوفني، انا شفت المنظر ده كتير، بس اللي خفت منه ان الجثة كانت مدفونة عكس القبلة غير بقية الجثث. ولو مش كده وبس، كانت الجثة مدفونة على وشها. وبعدين ايه ده الحاجة اللي بتلمع اهي؟ ده خاتم في ايد الجثة. مش هنكر اني اترددت في الاول اني اخلع الخاتم، بس قلت في نفسي اكيد الخاتم ده وراه قصة وحكاية، وخلعته بصعوبة قوي. وفجأة طلع لي تعبان اللي طلع لي في البيت بتاعي، بس كان شكله غريب قوي من قريب. وفجأة طلعت من القبر وبتلفت ورايا لقيت التعبان ده بدأ يجري ورايا، وانا اتفزعت وطلعت اجري وما وقفتش جري الا وانا جوه البيت. وقعدت طول الليل افكر في قصة الخاتم ده، وكان لونه فضي بيلمع قوي، وفيه فص احمر كبير. كل ما ادقق فيه احس احساس غريب بس مش مطمن، لحد ما النوم غلبني ونمت. واول ما صحيت انا بتقلب في السرير كده لقيت السرير كله غرقان دم. قمت مفزوع وقعدت ابص على هدومي وحسبت نفسي ان انا بنزف وكده. دخلت استحميت، سمعت حاجه بتقولي رجع الخاتم وبطل تصوير في المقابر. وفضلت على الحال ده حوالي 3 شهور لحد ما حصل اللي حصل. فاكرين المايه اللي كانت بتسخن لوحدها؟ اتكررت كذا مره، والاصوات اللي كنت اللي اسمعها ابتدت تعلى اكتر واكتر. ده غير الحشرات اللي فجأة تظهر وفجأة تختفي. وخليت عم حامد يرش البيت اكتر من مرة، ولكن المصيبة ان كل ما يرش حشرات تزداد اكتر واكتر. لكن الحاجة اللي خلتني فعلا افكر في عرض عم سيد ان انا ابيع البيت، وان في يوم صحيت من النوم ولقيت الجثة اللي كانت في القبر نايمة جنبي. اول ما شفت المنظر ده رحت اتنطرت من على السرير، ولسه بدعك في عيني وببص تاني على السرير لقيت مفيش اي حاجه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت وغسلت وشي وفقت كده وببص في المرايه وبمسح وشي، لقيت الجثه واقفه ورايا وقامت مسكاني من رقبتي وقعدت تخنق فيا وبدا يغمى عليا. ولما فقت اتصلت بعم سيد وقلت له تعالى ضروري يا عم سيد. جه وقال لي خير يا احمد، ايه اللي حصل؟ قلت له خير ان شاء الله، عايز ابيع البيت يا عم سيد. لقيته فرح قوي وقال لي انت بتتكلم بجد؟ قلت له هو الكلام ده فيه هزار يا عم سيد؟ قال لي خلاص تيجي بكره عشان نمضي العقود. ودخل عم حامد وبيقول بصوت عالي الف الف مبروك يا حاج سيد. رد عم سيد وقال له اجلها لما نمضي العقود. فراح عم حامد قال له عقود ايه يا حاج سيد؟ انا بتكلم على الست سميه. فراح عم سيد قال له مالها يا ست سميه، حصل لها حاجه؟ فراح ردد عم حامد قال له الست سمية حامل. فعم سيد قال له انت بتقول ايه؟ قال له اصل البت بسمة كانت جاية من عند الدكتور هي والست سمية، والدكتور قال ان هي حامل، فانا قلت ان انا اجي اقول لك واخد الحلاوة بالمرة. وراح جري الحاج سيد من غير سلام ولا كلام. قلت لعم حامد انا هعدي عليه بكرة ونمضي العقود بكرة. المهم بعت البيت وخلال اسبوع كنت في امريكا. وكنت فاكر ان الموضوع خلص على كده، بس الحكاية ان بقيت احلم باحلام غريبة وفظيعة. بس كان في حلم دايما كان بيجي لي كل شويه ما كانش بيخليني اعرف انام. الحلم ده عباره عن طفل قاعد بيعيط ويصوت بصوت مخيف جدا، وكل مره يظهر في مكان مختلف وفي احداث جديده، لحد ما في مره شفت الخاتم اللي كان في ايد الجثه في ايد الطفل. لما جريت على الشنطه وبدور فيها على الخاتم ما لقيتش الخاتم. فخدت اول طياره رحت مصر. وطول الطريق عمال بفكر في الخاتم، واشمعنى كان الطفل ماسك الخاتم، ليه ما كانتش الجثة؟ لغاية ما وصلت بيت الحاج سيد وناديت عليه، ولما طلع لي لقيته زي ما يكون مش مندهش اني رجعت اصلا.
وكلمني باستهزاء جدا وبقرف وقال لي نورت يا سي احمد باشا، وما حطيتش في بالي علشان حكايه الخاتم كانت شاغله دماغي قوي. فرديته قلت له لو سمحت عايز مفاتيح البيت نيجي اجيب حاجه وارجعهم لك تاني. لقيته طلع المفتاح ورماه في وشي وقال لي خد مفتاح الشؤم بتاعك ده وما اشوفش وشك تاني، ما اشوفش وشك هنا تاني. انا اتصدمت وقلت له انا مش فاهم حاجه، ليه بتعاملني كده؟ فراح قال لي امال مين اللي يفهم؟ انا البيت ده ما يلزمنيش وعاوز نلغي العقود وانا هنزل لك في سعر البيت ده، ودي طبعا حاجه كويسه. فانا قلت له غريبه يعني، مش ده البيت اللي انت كنت هتتجنن عليه؟ قال لي اه بس ده قبل ما يبقى مسكون. فقلت له مسكون وايه الجديد يعني؟ طب ما انت عارف ان كده ولا نسيت؟ راح قال لي اصل الصراحه من الاخر كده ده حوار انا عملته عليك علشان تسيب البيت واخده انا. انا اتصدمت وقلت له يعني ايه؟ يعني انت اللي السبب في الحاجات اللي بتحصل لي دلوقتي؟ قال لي ايوه. قلت له يعني المايه السخنه؟ قال لي ايوه. والدم؟ قال لي برضه ايوه. قلت له طب والكاميرا؟ راح استغرب كده وقال لي كاميرا؟ كاميرا ايه دي؟ لا معرفش حاجة عنها، أنا اللي أعرفه إن البيت كان تمام لحد ما اشتريته منك، وبعدين لما رحت هناك سمعت أصوات غريبة زي ما يكون إزاز بيتكسر وصوت عيل بيعيط. أول ما سمعت كده من عم سام رحت مسكته وقلت له الخاتم، لازم أروح أجيب الخاتم. قال لي خاتم؟ خاتم إيه ده؟ قلت له هقول لك في الست. قال لي أنت تقصد الخاتم أبو فص أحمر؟ قلت له أنت عرفت منين؟ قال له هو كان في إيد الواد حامد ومستني إيه، يلا نروح له. رحنا قعدنا ونخبط على الباب محدش بيرد، فروحنا نحاول نفتح الباب لغاية ما كسرناه. كانت المصيبة إن عم حامد كان مشنوق، ومش كده وبس، ده كان جسمه كله متغطي بالحشرات، وإيده اليمين هي بس اللي ظاهرة، اللي ظاهر منها هو عظمها، اللحم كله متاكل وفيها الخاتم. وكانت الكارثة مش مشنوق بحبل، لا ده كان اللي شنقه كان التعبان الاسود الكبير اللي جري ورايا في المقابر. فجأة التعبان ده جري من السقف وجتة عم حامد اتهبدت في الأرض. جريت على إيد عم حامد وخدت الخاتم واخدت عم سيد ورحنا التراب. وفي السكة حكيت له على قصة الخاتم وإني كنت بصور في القبور وكده. المهم أول ما وصلنا قدام القبر لقيت ست عجوزة قوي وشكلها مرعب، تقول له فين البيت، وبتقول لنا فين الخاتم. احنا طبعا مستغربين هي عرفت منين موضوع الخاتم ده. وراح سألها الحاج سيد وقال لها انت مين يا ست انت؟ انا اللي ابوك غدر بيا وباعني بعد قصه. فرد عليها هو انت فاطمه؟ قالت له طب ما انت ابوك اهو حكى لك اهو. قال لها بس ده كان بيقول لي ان انت متي. قالت له ما انا اللي قلت كده، ما انا اللي قلت كده علشان يطمن بس، انا السبب في موته، انا سممته وبعديها حطيت له الخاتم في ايده علشان ولاده ما يخلفوش وينقطع نسل. ولولا اللي واقف جنبك ده لولا اللي ده واقف جنبك ده هو اللي شال الخاتم من مكانه، كان زمانك لسه ما بتخلفش ومراتك ما كانتش تبقى حامل. بس بحذركم الخاتم لازم يرجع في مكانه، والا هتشوفوا عمركم بيفوت قدامكم لحظه بلحظه، وكل لحظه ألعن من اختها. وفجاه الست دي اختفت وكانها ما كانتش موجوده اصلا. ولقيت الحاج سيد وقع من طوله، ولما فوقت لقيته بيبرطم بكلام مش مفهوم. وبعدين قال انت ايه رايك يا احمد نرجع الخاتم؟ قلت له طبعا. قام راح ماسكني من رقبتي وبيهددني وبيهزني جامد وبيقول لي وما خلفش طول حياتي ولا يكون ليا عيل يشيل اسمي. رديت عليه وقلت له انت الحمد لله بقى ليك عيل دلوقتي، رجع الخاتم علشان تعيش له في امان من غير ما الست دي تاذيك. كمان ارحمني انا بقالي اكتر من شهر مش بنام بسبب الاحلام اللي بتجيلي والاصوات الفظيعه دي. فسابني الحاج سيد وخد الخاتم وراح، وجاي يفتح باب القبر لقاه بيتفتح لوحده، وحط الخاتم في ابوه. واول ما طلع ايده باب القبر اترزع وراه وحصل زي زلزال شديد جدا، وطلعنا نجري وبنبص على القبر لقيناه بيتشفط تحت الارض حرفيا. ولسه بندور عشان نروح للبيت لقينا الست العجوز دي ظهرت في وشنا واتفزعنا واتكعبلنا ووقعنا على الارض. وبدأت تقول انا نسيت اقول لكم على حاجه، انا نسيت اقول لك على حاجه يا حاج سيد مهمه. الواد اللي في بطن امه ده لازم تسقطه، ده احسن ليك وليها، ان الواد ده نسل الشيطان، يعني هيتولد علشان يعذبك ويبهدلك في الدنيا. اول ما عم سيد سمع كده راح جري وراها وهو بيصرخ وبيقول لها انت بتقولي ايه يا بنت الكلب يا ولايه يا خرفانه؟ الست ولا تقولش صغرت 70 سنه طلعت تجري بسرعة بسرعة عمري ما شفت زيها. وطبعا ده غير صوتها، صوت ضحكها الخبيث اللي يخرم طبلة الودن. فجأة اختفت في العدم زي ما ظهرت من العدم. لقيت الحاج سيد بيقول لي انا مروح على البيت واحسن لك تروح على بيتك او بلدك. طب انا قلت له انت هتعمل ايه في حكايه ابنك دي؟ بص لي حته بص عمري ما هنساها، عمري ما هنسيها ولا هنساها.
وراح قايل الولد ده هيتولد حتى لو انا عارف ان هو من الشيطان نفسه. وبعديها سابني ومشي، وانا قلت اسلم لي اني ارجع امريكا احسن واريح دماغي. بس طول ما انا في امريكا دماغي بقت تودي وتجيب، مش عارف ايه مصير الواد ابن سيد. المهم عدى الوقت، وبعديها ب3 سنين انا قلت انزل ابص على الحاج سيد وابني. اول ما رحت هناك لقيت البيت عم سيد مهدود، ولما سألت الناس قالوا لي ان المشاكل ابتدت بولادة ابنه، والدكتورة اللي ولدته بتقول انها كانت اصعب ولادة شافتها في حياتها. الولد زي ما يكون مش عاوز يخرج، ولما طلع بعد صعوبة طويلة لقيناه خارج بقى معاه امه في بقه، وكان ليه ضوافر طويلة، وده غير عينيه اللي بلون الدم. أول ما الحاج سيد مسكه فضل يعيط، والعياط ده زاد لما سمع إن مراته ماتت بالنزيف. والواد ده أول ما تم سنتين ما كانش واد عادي، ده عامل زي ما يكون عنده 50 سنة، وبيتكلم زي أي حد، وكان بيحب يلعب في التراب بالليل، وكان عامل مصدر قلق للبلد كلها، لحد ما اتفقوا أهل البلد إن هم يقتلوه. وبعديها هرب ومحدش يعرف عنه حاجة. ومن ساعتها لما سألت عن عم سيد قالولي روح التراب وانت هتلاقيه. ورحت ولقيته بيكلم نفسه وعامل زي المجنون، ورحت اكلمه حسيت ان هو بيشبع عليا. وفجأة فضل يضحك ويقول لي دورك جاي يا ابن صفوان، دورك جاي يا ابن صفوان. وفضل صوت عم سيد ده يتردد في وداني لحد النهارده. وكده يا صديقي تكون خلصت قصتنا النهارده. بتمنى يا صديقي توصل صوتي لأكبر عدد من الناس، وتقول لي ايه رأيك في القصة، وهل في غلط في الفيديو ولا حاجة. واشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.